السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا سبحان الله تكلمنا في المسألة دي كتير. يعني هتلاقي فيديوهات كتيرة بتتكلم في نفس الموضوع في نفس السياق، في نفس السياق ده، فممكن ترجع لها. ولكن اللي انا عايز اتكلم فيه هو الآتي. فكر في المشكلة دي لو هي مشكلة قابلتك في الشغل. تمام؟ يعني انت راجل دلوقتي شغال، وقابلتك مشكله انك ما بقتش عايز تشتغل، مالكش نفس تشتغل، كل حاجه قرفان منها، مستواك بقى يعني ايه، ضعيف بالمقارنه باصدقائك اللي شغالين معاك، يعني ومع ذلك صاحب الشغل مقعدك. يعني صاحب الشغل مقعدك، مش ممشيك، ولكن انت ما بتتحسنش في شيء، يعني ما بتتحسنش في شيء. وبعد كده جالك انذار قال لك ان صاحب الشغل ممكن يمشيك في الحقيقه. يعني انت كنت مطمن فقلت اديني مستهبل وخلاص، يعني زهقان، مش مهم، يعني مش لازم اتحسن يعني بتاع. فجالك انذار قال لك والله لا تصدق، ده صاحب الشغل ممكن يمشيك، فخلي بالك وهنعمل انوال ريفيوز، ولو ما اتحسنتش عن الناس التانيه هتمشي. فساعتها انت هتعمل ايه؟ يا انت بايعها ومش هتعمل حاجه وهتترفد وهتقعد في البيت وتدور حد تشحت منه، يا الا انت هتبقى زي اغلب الناس، هتدوس على نفسك بالجزم، انا اسف، وتشتغل وتجد وتجتهد وتحاول تلاقي نفسك لنفسك سبل للنجاه، وتحاول تسمع من ده وتسمع من ده، وتحاول تنشط نفسك وتحاول تحوط نفسك بالبوزيتيف انرجي، وتحاول هتعمل حاجات كتيره جدا. ليه؟ لانه جه في سكه المام، جه في سكه الريسك، وجه في سكه السيلف اكتواليزيشن، تحقيق الذات، جه في سكه اللي هو الناس هتقول عليها ايه، جه في سكه اللي هو ما ينفعش الناس تبقى احسن مني، ما ينفعش ترفد. طب هيكتبوا ايه عليا في لينكد ان؟ طب البروفايل بتاعي هيبقى شكله عامل ازاي؟ وسبحان الله في كثير من الاحيان بنرضى لدينا ما لا نرضاه لدنيانا. لو انت بتقول انا كده كده بايعها، يبقى انت يعني بايعها وهتقعد في البيت بقى عندك اكتئاب وبتاع، دي قصه ثانيه، وده موضوع المفروض نتكلم فيه يعني موضوع ثاني خالص. ولكن لو انت انسان زي معظم الشباب، انسان طبيعي عايش حياته، بينزل مع اصحابه، بيخرج، بيروح، بيجي، ولكن في سكه الدين هو مش قادر يعمل اي حاجه، عنده فتور، حاسس انه بعيد عن ربنا، بيعمل معاصي كتيره، ولكن زي ما بقول لك في المجمل انسان طبيعي عايش حياته، بيعمل اللي هو عايزه وهكذا. فانا زي ما بقول لك فكر في اللي انا بقوله لك ده، وعايزين نطبقه على الدين. فاحنا عايزين نطبقه على الدين دلوقتي، محتاجين نعمل ايه عشان الله عز وجل الذي خلقنا ورزقنا وشفانا وخلى ليك اسره وعائله، وخلى بترزق وايديك عندك ايدين ورجلين وشم وسمع وتذوق وبتعرف تمشي وبتعرف تروح وتيجي، وعندك شعر ومصلوب القامه، وانت عدوا نعمه الله لا تحصوها، يرضى عنك. فهتقول والله عشان اخليه يرضى عني لازم هدور هو عشان يرضى عني المفروض اعمل ايه. فالله عز وجل قال لك، يعني ممكن تبقى واحد صاحب شغل ما يقولكش عشان ايه، لما تيجي في الانوال ريفيو يزنجفك وبعد كده يرفدك، انما الله عز وجل جعل كل شيء يعني كل شيء ظاهر وواضح لئلا يكون على الناس حجة بعد الرسل. ما فيش حجة، انت هتيجي هتسأل عملت كذا عملت كذا، اتبعت لك كذا، ولو انهم فعلوا ما يؤمرون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والله عز وجل قال ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. انا تقريبا لخبطت في الايه. والله عز وجل قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. والكثير من الايات ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات والارض ولكن كذبوا. فانت عندك حاجات كتير، فانت المفروض تعمل ايه؟ الله عز وجل اللي هو تاني، انت دلوقتي قارنا بموضوع الدنيا والشغل وبتاع،
الله عز وجل يقول لك في الحديث القدسي: اذا تقرب الي عبدي شبرا تقربت اليه ذراعا، واذا تقربت اليه ذراعا اذا تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، واذا اتاني مشيا اتيته هرولا. وقال ايه: وان اتاني بقراب الدنيا ذنوب اتيته بقرابها مغفره. فانت المفروض تعمل ايه؟ المفروض تدوس على نفسك وتحاول تجبر نفسك على الصلاح. تعملها ازاي دي؟ تعملها ازاي؟ انك انت تطيع الله زي ما عز وجل قال لك: ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. طب اعمل ايه يعني؟ تتقرب الى الله بما افترضه عليك. انزل صلي في المسجد في اوقاتها. عايزك تلتزم بحاجتين: الصلاه في وقتها في المسجد، الدعاء. انا لما قبل ما التزم كنت بدعي ربنا، بقول له: يا ربنا لو ما لحقتنيش انا هتجنن. بقول له كده: يا ربنا لو ما لحقتنيش انا هتجنن. والله عز وجل اصلح لي امر. فحافظ على الاثنين دولت، حافظ على الصلاه في وقتها في المسجد، تحافظ على الفجر وتحافظ على الدعاء. حاجه ثالثه حاول تحافظ عليها، الا وهي انك تقوم تصلي ركعتين والناس نايمه لوحدك كده مع نفسك. يعني الدعاء ده يكون في ركعتين لوحدك، تمام؟ مفيش حد وجع دماغك، مفيش حد حواليك، مفيش حاجه، تمام؟ فتقعد بقى تركز. انت تخيل لو انت هتترفد، الشباب ده ممكن يروح للمدير يقعد يتحايل عليه ومش عارف ايه واكل عيش وعيالي وبتاع. يا عم انت واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. روح ادعي ربنا، ادعي ربنا، اقعد ادعي ربنا اللي هو يصلحك ويريك الطريق وينير لك ويوقف لك الصحبة الصالحة ويثبت قلبك. النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد كان يعد له 70 ل 100 استغفار، ويقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. فاهم؟ فانت ده انت اللي محتاج تظبطه، تروح تقول: يا رب انا مش عارف اعمل ايه. فاهم؟ انا مش عارف اعمل ايه. زي الثلاثة اللي تخلفوا عن الغزوة. طبعا تاني للأسف اللي هو: ولم يجدوا ماء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فأنت محتاج تركز في ده، تروح لربنا عز وجل تقول له: أنا عندي مشكلة، مش عارف ألتزم، واقع في معاصي 1 2 3 4. يا رب نجيني، يا رب ارزقني العلم النافع، ارزقني الصحبة الصالحة، ارزقني عمل الخير، ارزقني التقوى، مشكلة الشباب اللي هو لو فكر في الدين زي ما بيفكر في حياته هيلاقي اللي هو حلول كتيرة جدا جدا جدا، ولكن هو متقاعس، هو مش شايف انا ما باخدش فلوس، وهو في الحقيقة بياخد اكتر من كده بكتير. ده هو ربنا عز وجل، انا بقول لك انت جسمك ده وفي انفسكم افلا تبصرون، جسمك ده لو ربنا اراد اللي هو يسمعك نبضات قلبك والله ما هتنام. انا بقول لك والله ما هتنام ولا هتعرف تعيش حياة اصلا. فانت ربنا عز وجل اداك من الاجر الكثير جدا 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 جدا. لو انا قلت لك هديك 2 مليار جنيه وهشيل عين واحده، هتقول لي لا طبعا. فانا اللي عايزك تفكر فيه المختلف، زي ما اقول لك في فيديوهات قد كده انا عاملها في القصص اللي احنا بنتكلم فيها دي، اللي انا عايزك تفكر فيه بطريقه مختلفه، انك تفكر لو دي مشكله في الحياه كنت هتحلها ازاي، وهتفكر فيها ازاي، وهتسال مين، وهتجري ورا مين، وهتعمل ايه. فاهم؟ وده اللي زي ما اقول لك: لما نرضى الدنيا في ديننا. المشكله عندنا اللي احنا لما بيجي عند الدين بنقف. نصيحتي ليك: 1 حافظ على الصلاة في وقتها في المسجد، حافظ، ومعنى حافظ انك ما تضيعش الصلاة. 2 الدعاء تقعد تدعي ربنا عز وجل بكل اللي انت عايزه. 3 حاجة انك تصلي ركعتين والناس نايمة وتدعي ربنا. رقم 2 ده تنفذه في رقم 3، وهتلاقي والله ربنا عز وجل بيصلح لك الحال. وتحاول بقى كده ايه في الوسط تتقرب لده. انا لما كنت اروح اي مكان جديد اروح المسجد اشوف حد شكله شبهي مثلا ملتحي مثلا مقصر شكله مش عارف ايه، لان ده الحاجات الظاهره يعني، واروح اقول له: بص انا لسه جديد وبدور على حد ايه اتعرف عليه. فاعمل كده. ولكن احنا ما بنعملش اي حاجه وما نحاولش في اي حاجه، وبنعمل زي الخضر اللي تطلع تقول له: يا عم بطل سجاير وتعالى صلي. تقول له: يا شيخ ادعي لي. تقول له: طب انت رايك تقعد في البيت وانا هدعي لك اللي ربنا ياتيك بالرزق. يقول لي: لا يا شيخنا مش هينفع، انا ازاي؟ لا لازم، ما ينفعش، لازم انزل اشتغل عشان يجي لي فلوس. فده اشكال كبير، اشكال كبير. فنفذ الحاجات اللي بقولك عليها، وبعد كده بعد شهرين لو لم ترى صلاح حال ليك وتوفيق من الله عز وجل ورضا في قلبك وقله في المعاصي والكلام ده كله، يبقى ابعت لي رساله تانية. ده اللي انا عملته وده اللي نفع معايا وده اللي نفع مع كل واحد يريد من الله عز وجل التوفيق. والذين اهتدوا
زادهم هدى. انت اعمل هتلاقي ربنا عز وجل راح اتى بك، فانت اعمل. الدنيا بسيطه. اللهم صل على الله عز وجل قوم التيسير. زي ما بقول لك في فيديوهات قد كده انا عاملها في نفس المواضيع دي بمختلف الكلام، انا قلت بس اتكلم بطريقه مختلفه باسلوب مختلف، لان معظم الشباب لو فكر في الدين بالطريقه اللي بيعامل بيها الدنيا والله حاجات كتيره جدا كانت هتحل. والدين هو كل حياتك، هو كل حاجه، هو الشريعه والمنهاج الذي انزله الله عز وجل لك، الذي خلقك، الذي يشفيك، والذي يرزقك، والذي خلقك في احسن تصوير، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. وما بنحاولش نعمل زي الدنيا، ما بنحاولش نجتهد نروح ناخد سيرتيفيكت عشان تحسن في السي في بتاعنا، نحاول نثبت نفسنا عند ربنا عز وجل، مفيش للاسف. واخيرا انا كنت اسوأ منك كتير. والله عز وجل يعني وضعني على طريق يقينا هو الخير لي. ده مش معناه ان انا لا اقع في ذنوب ولا انا احسن منك ولا اي حاجه، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. القصه ما تمشيش كده، كلنا نسعى في الطريق الى ان يقبضنا الله عز وجل. بنعصي بنتوب، بنعصي بنتوب، بنعصي بنتوب، بنروح وبنرجع، وهكذا حتى نلقى الله عز وجل. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابشر بالخير تجد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.